ميه من الزير جميله كده وكده هي كنا تمام. لو حد فيكم قرر ان هو عايز يمشي في مجال معين وطلب مساعده من اللي حواليه ان هم يدعموه، مش هتلاقي الدعم اللي انت متخيله. في الغيره دي موجوده، دي اكيد. يعني انا عايزاك تبقى كويس بس اكيد مش احسن مني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعه طبعا بصوا، انا النهارده هشقلب شويه حاجات في الصاله. بصوا زي ما انتم شايفين الكنبه كده وكده، هي كورنر تمام. انا كنت عاملاها ازاي الاول؟ كنت جايباها كده، يعني كنت جايبه الحته دي هنا والجزء ده كده. دي كانت بالنسبه لي حلوه ومريحه. ليه بقى؟ لانها كان سهل عليا ان انا ادخل البلكونه، افتح البلكونه وادخل. المهم لما ماما جت قالت لي لا كده شكلها احلى. طب احنا هنعمل ايه بالشكل واحنا اصلا كده البلكونه كده كده سدينها؟ انتوا فاهمين؟ فانا دلوقتي المفروض ان انا هرجع تاني اغير النظام. هغير دي كده وكده عشان اقدر اطلع البلكونه. ويلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة شكرا 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 جدا جدا جدا. 78 مشترك في القناة بتاعتي، بشكركم جدا 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 يا جماعة. انا مع كل حد بيشترك انا بسجد شكر لربنا. يعني انتوا بتدخلوا في ثواب كمان ان انا بسجد شكر لربنا مع كل حد بيدخل يعمل لي اشتراك في القناة بتاعتي. وشكرا ليكم، احنا بنكبر وبقينا عيلة بتكبر، دي حاجة كويسة جدا، دي حاجة فخر ليا جدا ان انتوا متابعين محترمين. تعليقاتكم كلها منتهى الشياكة، منتهى الادب، مفيش حد بيتعدى حدوده، مفيش حد بيقول كلمة وحشة. شكرا لكم يا جماعة، شكرا لدعمكم الجميل. واخدكم النهارده بقى في الروتين بتاعي. بصوا يا جماعه، انا تعبت من ان انا كل شويه اشقلب الكنبه دي. بجد مش لاقيه لها حل. انا حطيتها عادي تمام، زي اول مره شفتوني في فيديوهات القديمه، حطها حرف ال مفيش مشكله من اي نوع، وسايبه البلكونه مفتوحه. وكمان عشان الصالة بالنسبة لي كبيرة كبيرة يعني، فأنا مش حابة اللي يدخل من باب الشقة يلاقي الصالة كده سداح مداح لحد ايه، لحد الآخر خالص، لحد البلكونة. أنا مبحبش كده، فأنا عملت حرف ال زي ده. الشكل ده اللي أنا كنت عاملاه أصلا زمان أول ما جيت، يعني كنت عاملاه كده بالظبط زي ما انتوا شايفينه. كل هتلاقوني بعمل امسك في راسي من كتر ما انا خلاص يا جماعه هفرقع. انتوا عارفين حد هيفرقع وهو عمال ينقل كل شويه؟ هي دي انا. ف كنت عاملاها كده. جت ماما قالت لي لا، الشياكه ان الكنبه تبقى ظهرها البلكونه والستاره باينه، ومش الستاره باينه وكده. عملت لها اللي هي عايزاه عشان ما تزعلش مني بصراحه. بس بعد ما مشيت لقيت ان الموضوع مش عملي ابدا. البلكونه عندي حرفيا مقفوله، مش عارفه انشر غسيل، مش عارفه اطلع البلكونه، مش عارفه اعمل اي حاجه. فلا اتخنقت ولقيتها تجربة فاشلة. قلت مفيش مشكلة، ايه هرجع الوضع زي ما كان وابقى انا فتحت بلكونتي. وتعالي يا جماعة، احنا داخلين كمان في شهر الصيف ان شاء الله. ايه شهر الصيف ده؟ احنا داخلين في الصيف ومحتاجين بقى الهواء والشمس والإضاءة والكلام ده كله. فالبلكونة بجد يعني، البلكونة بتاعتي كمان حلوة والله. فلا انا عايزه لسه اجيب لها ترابيزه وكراسي وقاعده، وعايزه اعمل فيها شويه حركات كده. ادعوا لي بقى ان شاء الله ربنا يسهلها. و كل شويه امسك راسي. يعني انا تعبت والله، تعبت لنفسي كمان. يا ريت طبعا الحاجه بتمشي بالطريقه السهله دي. ولهوي عليا كل شويه. طلعت طبعا عشان اشيل الفرع الزينه بتاع رمضان ده. رمضان خلص يا جماعه، طياره طياره. فربنا يعودوا علينا بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يستجيب لنا يا رب دعائنا، ويتقبل صيامنا وصلاتنا. اللهم امين يا رب العالمين. فقاعده بقى بشيل الحاجات اهو دلوقتي. وبلكونه متدمره. طبعا البلكونه ما بدخلهاش خالص من ساعه ما حطيت الكنبه. فلا، دخلت بقى ظبطت كده البلكونه، ظبطت كده، شديت وبكده الستاير وقلت اروق شويه. وبكده اكون خلصت يا جماعه. الحمد لله اهو كده رجعت الدنيا ايه مظبوطه. ناقص بس تنظيفه على السريع كده اهو. اهو والله بصوا ما شاء الله، جميل جدا. والبلكونه اتفتحت واقدر استخدمها. ويلا بينا.
يلا بينا على الأوضة. دخلت هنا طبعا على اوضه النوم، و انا ساعات اسال نفسي كده اقول هي ليه كل حاجه متكركبه؟ هي ليه على طول في كركبه؟ هو احنا ليه على طول بنوضب؟ بس ما الناس، احنا يا جماعه بني ادمين عايشين يعني. طبيعي البني ادم هيبقى عايش في بيت، اكيد هيكركب، اكيد هيقلع هدوم، هيلبس هدوم. مطرح ما هينام البطاطين واللحافه والحاجات دي كلها اكيد هتتكرمش، الملايه هتتبعتر من مكانها. يعني البني ادمين عايشين. فانا دايما لازم اقول لنفسي كده احنا ناس عايشين في المكان، ودي حاجه، دي علامه كويسه ان في كركبه يعني. فمفيش مشكله ان احنا نوضب. بس اهم حاجه طبعا الواحد لما يصحى من النوم يحتسب يومه ده عند ربنا، يقول يا رب اجعل ايه اجعل يومي هذا في ميزان حسناتي، او اللهم اجعل يومي اللهم اني جعلت يومي هذا خالصا لوجهك الكريم. يعني ادعيه كده عشان تسابي على المجهود اللي انت بتعمليه كل يوم. و ادي السرير. اللي هيسألني بقى انتي حاطة فردة وفردة في المخدات، بقول لكم ايه ما اللي لقيته في وشي هي دي. يا لخبطه مش عارفه جيت غيرت ايه وحطيت ايه، المهم ان هم لقيتهم في الاخر فرده وفرده، لان التانية مش لاقيه برا. فردتها. فالحمد لله خلصت وبسقف لنفسي. احلى حاجه تسقف لنفسك وتنبسط لنفسك كده، ما تستناش حد يسقف لك. جيت هنا بقى على الجزء الثالث، وقلت اوضب بقى ايه، ادخل الحاجات مكانها واعلق اللي ما بتعلقش، لان بصراحه الاوضه لما بتبقى مكركبه بيبقى الموضوع يعني مستفز جدا بصراحه. وهي حاجه رمضان، الى اللقاء يا رمضان ان شاء الله. و سايبه طبعا السرير ده السرير احتياطي، يعني انا وبنتي الاموره بننام جنب بعض، فاحنا يعني انا بحط ده احتياطي، يعني حد بات عندنا او كده جه عندنا في البيت وبيجي ينام معانا في الاوضه. دي عروسه البيت لولو. وهنا اللابتوب، وهنا شنطتي البيانو وحاجات لولو يعني. يعتبر كده احنا يعني خلصنا الأوضة. وقفلت الدولاب. ورحت فين يا ست مريم؟ رحت فين؟ رحت فين يا بنت زهاري؟ يا بنت زهاري. اهو جيت اهو. كنت بشد بس السجادة، تقدروا تشوفوني هنا من المراية بتاعت. وخلصت الحمد لله. العروسة نايمة هي على السرير مكاني انا ولولو. هي العراس دي عادي ولا بتطلع فريد بالليل ولا ايه؟ المهم قلت ارش بقى الأوضة خلاص الحمد لله. المعطر ده جميل جميل جميل. جليد ده ريحته حلوة قوي بصراحة. شركة جليد يعني. وخلاص ندخل بقى ايه على المطبخ والزير اللذيذ اللذوذ الجميل اللي انا اشتريته من واحد يا جماعة عادي بيبيع في الشارع، اللي هو بيبقى معاه عربية كده وبيبيع حاجات كلها طواجن وزير وقلل والكلام ده كله. بس مش قادرة اقولكوا على طعمه. المية طعمها غريب يا جماعة، مية حلوة حلاوة مش ممكن مش ممكن تحسوا المية داخلها اكسجين، بتشربوا مية كده خفيفة. يعني دي ابسط حاجة ممكن اقولها لكم، مفيش طعم بقى مفيش الكلام ده فاهمين. ف بصراحة من ساعة ما جبته انا بستعمله، بملاه تقريبا كل 3 ايام تقريبا بملاه، يكفيني انا وبنتي حلوة قوي. لازم ابص على الزير من جوه. اصل انا وصغيره كنا نشرب ميه من الزير، كانوا اصحابي يطلعوا اشاعات، كنت في ابتدائي كنت صغننه كده، يقعدوا يقولوا ايه اصل في واحده شربت من الزير وماتت عشان كان في تعبان جوه. فانا اللي عارفين الهسس ده لسه في دماغي، اللي هو ايه ابص جوه لا الاقي تعبان. مع ان انا مش قاعده في حته ريفيه يعني. المهم يا جماعه، خلاص مليت الزير طبعا بعبيه ميه من الفلتر. وخلصت كده الزير بقى والدنيا تمام. قلت بقى لما ايه اعبيلي كوبايه ميه ساقعه كده حلوه وجميله. باي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزه جايه المره دي عايزه اتكلم معاكم كده ايه فيس تو فيس، راجل لراجل، تمام، في كلمتين. بصوا يا جماعه، بصوا. لو حد فيكم قرر ان هو عايز يمشي في مجال معين، تمام، في الشغله بتاعته ايا كان بيشتغل ايه، مدرس موظف ايا كان بيشتغل ايه، وطلب مساعده من اللي حواليه ان هم يدعموه، تمام. رقم واحد، تمام، انت مش هتلاقي الدعم اللي انت متخيله. يعني مش هتلاقي مثلا انه يلا وبينا ونعمل ومعرفش مين وبتاع، مثلا وليكن الشخص ده عايز يفتح مثلا بيزنس خاص بيه وطالب مثلا حد يبقى معاه او شريك معاه او كده.
او حتى يدعموا في اي حاجه، مش هتلاقوا حته الدعم اللي انتم متخيلينها. فهتقولوا ايه ده ومش بصوا يا جماعه، سنه الحياه ان في الغيره دي موجوده. تمام، الغيره موجوده في كل حاجه فوق ما تتخيل. وانا قريت مقوله بتقول ان بالعاميه كده ان الناس تتمنى لك النجاح، بس ما حدش يتمنى لك ان هو يبقى احسن منك. دي اكيد، يعني انا عايزاك تبقى كويس بس اكيد مش احسن مني. فطبيعي بتحصل حته الغيره دي. مش عايزاكم تزعلوا، ولان دي سنه الحياه، ولان ناس كتير كده، فاحنا مش في الجنه، احنا مش ناس ملايكه. عادي، زي ما في كويس في الوحش. في ناس هتلاقي ناس كويسه هيدعموك، والله كذا 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 كذا، مش عارفه مين. يعني انا بصراحه لما عملت القناه بتاعتي، لا اصحابي كتير دعموني، دي حاجه كويسه جدا يعني الحمد لله. فانا بس يعني بستبعد نفسي من الحته دي. لكن انا كانت في حاجات كتير في حياتي كنت محتاجه فيها دعم، وما لقيتش بصراحه حد يدعمني. فربنا ليه حكمه في كده. انا هقول لكم بقى ايه الحكمه من كده. والله اعلم طبعا، اكيد ربنا يعرف برضه اكتر مني واحسن مني، بس انا هقول لكم الحكمه اللي انا وصلت لها من تجربتي الشخصيه. ايه الحكمه من كده؟ ان ربنا عايزك لما تعلى بمجهودك ولوحدك، عشان تآمن بنفسك، عشان تبقى واثق في نفسك اكتر. تمام، مش عشان حد يجي في يوم من الايام يتفضل عليك ويقولك والله انت لولا اللي انا عملته معاك انت ما كنتش وصلت للمكان اللي انت فيه. لولا انت تتهز ثقتك في نفسك وتحس في نفس الوقت ان انت تحت رحمة الفلان ده. تمام، فلا ربنا بيبعد عنك فعلا بجد في وقت النجاح بتاعك، وقت صعودك على السلم. ربنا بيبعد عنك الناس اللي هم هيتسببوا في ان هم حتى لو واحد منهم كان عبارة عن مربع السلم اللي انت هتطلع عليه، ربنا هيحذفه منك عشان تبتدي تعتمد على نفسك اكتر، تبدا تشتغل على نفسك اكتر. تعرف نقاط القوه والضعف بتاعتك، نقاط الضعف تشتغل عليها كويس جدا، نقاط القوه بتاعتك تدعمها كويس جدا. فالحاجات دي كلها مهمه جدا. خلاص، انت لما تيجي تنجح وما تلاقي وتطلب دعم وما تلاقيش دعم، لازم تفهم ان انت جواك قوه اكتر بكتير من الدعم اللي انت بتطلبه من الناس. وفوق ده كله كده كده انت بتطلب الدعم ده من ربنا، يعني بتدعي ربنا وبتتوكل على ربنا وبتقعد تقول يا معين يا معين كتير جدا. فربنا مع الوقت يعني هو ربنا بيستجيب لك كده كده. ربنا بيستجيب يا جماعه، ما حدش يقول ربنا ما بيستجيبش والكلام العبيط ده، لا ربنا بيستجيب الحمد لله. فانت مع دعوتك مع ربنا، مع الشغل على نقاط الضعف بتاعتك، شوف انت مش حلو في ايه، انت واقع في ايه، الحته اللي عندك محتاج ان انت تشتغل عليها كويس، ان انت تذاكر لها كويس. ذاكر لنفسك وذاكر لشخصيتك، مفيش مشكله. احنا كلنا مش ملايكه، مش كلنا ناس جامده وكل حاجه عندنا في حياتنا 10/10. لا كلنا عندنا حاجات كتير واقعه مننا، وانا واحده من الناس اللي واقعه مني، وبشتغل على حاجات كتير فيا، بحيث ان انا لما يجي في يوم من الايام اعلى واوصل، يبقى بعد ربنا وحده. هو انا الشغل اللي انا اشتغلته على نفسي، التعب اللي انا تعبته على نفسي، الايام اللي مريت بيها اللي ما لقيتش حد يقف فيها جنبي، اللي بيت فيها من غير كذا وعملت يعني ومريت بكل الظروف الوحشه. ودي هنقول ان دي كانت سبب في الدفعه. انت عشان عارفين كده حد يبقى ماسك رمح مثلا ويعملوا كده، لازم يشدوا الاول على الاخر وبعد كده يروح يسيبه فالرمح يصيب. انت مش هتعرف توصل للحاجه اللي انت عايزها من غير الشده دي عباره عن ايه؟ عباره عن ضغط نفسي، عباره عن خذلان، عباره عن تعب، عباره عن كل شيء سيء. فانت لازم تمر بده عشان لما تعمل كده يصيب الهدف بتاعك. فانا جايه اقول لكم يا جماعه، لو هتكلم على القناه بتاعتي فانا هعمل نفسي تجربه ليكم. انا القناه بتاعتي طبعا انا لسه في الاول خالص، لسه يعني الحمد لله. قعدت فتره كبيره جدا محترمه، لما يا 5 مشتركين، يا لما بقينا 20، يا لما بقينا 24. هتلاقوا فيديوهاتي كلها عباره عن ايه؟ اخيرا وصلنا 15، اخيرا وصلنا 24، اخيرا وصلنا 50. تمام، فانا اللي هيقعد يقول لي والله اصل انت بتحتفلي بحاجات صغيره وبتاع، هي صغيره بس بالنسبه لي بصراحه انجاز. وانا مامنه ان شاء الله باذن الله ان انا في يوم من الايام برضو هوصل لحاجه كبيره ان شاء الله باذن الله. لو ربنا كتب لي الخير في القناه ان انا هوصل بفضل ربنا، ثم دعمكم ليا، ثم اكيد مجهودي.
ان انا هوصل لحاجه كويسه. ولو الموضوع ده ما نفعش هيبقى زيه زي اي تجربه احنا انا عملتها في حياتي او مريت بيها في حياتي، نفعت او ما نفعتش، صابت او خابت. وعادي، وهنقفل الصفحه وهنشوف صفحه غيرها والحياه تستمر. تمام. ف شكرا ليكم، شكرا ليكم. انا لحد اللحظه بصور فيها دي احنا وصلنا 77 مشترك، ده انجاز كبير جدا ليا، لان انا تقريبا في اخر شهرين الدنيا لفلت معايا جامد، فالحمد لله. واتمنى كلكم تشتركوا في قناتي، واتمنى ان انتوا اللي عايز يدعمني يا جماعه يدعمني بمعنى ان هو يعمل لايك وشير، مش يديني ماديا. انا مش محتاجه ماديا الحمد لله. بس اللي انا اقصده لايك، شير، الاشتراك في القناه بتاعتي اللي هي سبسكرايب. واشوفكم على خير ومع السلامه.